بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسهل يا رب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع بخير. حكاية جديدة وبطل جديد. بطل حكايتنا النهاردة هو سوبك او التمساح. هو حيوان مقدس عند المصريين القدماء. عاوز تعرف ازاي؟ نطلع بسرعة الفاصل ونرجع لكم مرة تاني. ورجعنا من الفاصل ونتكلم باستفاضة عن سوبك او التمساح. كان اله في مصر القديمه، كان مركز العباده الرئيسي ليه كان موجود في الفيوم. كان في معابد بيربوا فيها تماسيح حيه، كان بيطلق عليهم بيض سخس، اي بمعنى ابناء الاله سخس. كانوا بيؤمنوا ان الاله سوبك او التمساح يعني بيتجسد فيهم، وان سوبك كان في الاصل اله الخصوبه، وكان ليه دور في الموت وعمليات الدفن وضد اخطار الشر واخطار النيل بفيضانه. في ايام المملكه الوسطى انتشرت عبادته واصبح احد الالهه الرئيسيه، واصبح حامي للملوك المصريين القدماء. وبيقول لك انه اتحد بعد كده في صفاته مع الاله رع، واصبح اسمه سوبك رع، واصبح يمثل صوره من صور الاله رع في شكل التمساح. استمرت عباده الاله سوبك لفتره طويله في مصر حتى انتهت في عصر البطالمه والرومان، خصوصا في الفيوم وكومومبو. بيقولوا ان المكانين دول عثر فيهم على اكتر مومياوات محنطه لتماسيح اكتر من اي مكان في مصر. خلصت حكايتنا النهارده عن الاله سوبك او سوبك رع او التمساح. في أي صورة المصري القديم كان بيعبد التمساح، ما كانش بيعبد الحيوان، كان بيعبد صفاته الموجودة في الإله. المصري القديم ما كانش كافر. تتفق معايا أو تختلف، ليك الحرية. اوعى تكون بخيل وتنساني من اللايك والشير. انزل بسرعة فعل زر الجرس عشان يجيلك مني كل جديد. وفي الختام سلام، السلام عليكم.